مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد لليوم. قرب رمضان ومثل ما بتعرفوا فيديوهاتي السابقة، أنا كتير من الأشخاص اللي كتير بحب رمضان واللي كتير بحب أجواء وكتير بحب إني أجهز له كتير قصص وكتير أشياء. مثل ما شايفين بداية الفيديو هذا الهلال عملته، هاي أول شغلة بعملها هاي السنة لرمضان. آه فخلينا نبلش ونشوف شو بنحتاج مواد وكيف الطريقة اللي عملت فيها هذا الهلال. عملته هيك، حبيت السنة أعمله حجمه كبير. طبعا عندي قصص من هديك السنة بهاي السلة، فكمان بدي أعيد ترتيبها وأعيد تنسيقها. مشان نشوف شو في شغلات ممكن نرجع نحطها ونظبطها، لأن في شغلات هيك منزوعة شوي. مشان نحطها هذا رمضان إن شاء الله. عندي هاي الطارة مثل ما شايفين. هاي الطارة بيلعبوا فيها الأولاد، لعبي لهيك للخصر رياضة أو شي ما بعرف. وعندي طارات الخشب والطابات اللي فرجيتكم إياهم فيديو سابق، جبتهم من محل الديبوت كانوا عاملين عليهم تنزيلات. وعندي حبل مشان تعليق هاي القصص، وفي طابات صغير ذهبية كمان فرجيتكم إياها بهالمرة، والبخاخ الذهبي طبعا، والتلزيق وهالقصص. وطبعا في نجوم، هدول هني بخيتهم هني بيض، بخيت يعني جهة بيضة وجهة خليتها ذهبية. وعندي كمان الضوء اللي آخر شي بدنا نحطه حتى يصير يضوي إذا الواحد بده يشغله. المهم، بالبداية أول شغلة راح ثبت الطارة هاي البلاستيك الكبيرة، هي نايلو، على هذا مثل دفي أو ستاند أو قاعدة. هاي الطارة جبتها من محل أكشن للي بيهموا الأمر، يعني من هون بأوروبا. جبتها من محل الأكشن، كتير كانت رخيصة. وجبت معاها هاي القاعدة فيكم متوفرة وين ما كان، وحتى هاي الطارة متوفرة وين ما كان بتصور. آه أول شي بعجتها، هون زوجي كان عم يساعدني، هو حدد لي المكان وبعج لي، حط لي ثبت لي أول وحدة وأنا كفيت. ثبتها وأنا بدي أقصها بشكل حتى تعطيني شكل هلال. نرجع بعد ما ثبتها تماما. انتبهوا موضوع التثبيت، يعني خلي يكون كيف بدي أقولكم، يعني بحيث انه يكون بالنص او ما يعني انتبهوا لحتى ما يميل معكم من طرف على، يعني طرف يصير فيه تقل وطرف يكون هي. انتبهوا على هاي النقطة. هوني قصيت تقريبا ربعين بربع، يعني الربع شلته ورجعت فتلنا وما هيك لبرا، هي بشكل دائري فتلتها بس درتها. لأنه هون أنا بصراحة التصوير ما كتير كان بجوز شوي واضح بسبة إنه عم صور لحالي وعم بشتغل، وما بدي أطلع على الكاميرا، بتعرفوا أنا ما بطلع على الكاميرا. فشايفين بهاي الطريقة، بس قصيته وفتلته وطلع عنا شكل الهلال. وشلون ثبته؟ ثبت لي يا زوجي بالبراغي، يعني من فوق من الزوايا حط لي براغي. فكمان رجع ثبت معي تماما. هاي هي المرحلة الأولى خلصناها. هلا المرحلة الثانية هي الطارات. هلا بلشت هون وزع الطارات. هلا الطارات أنا جايبتهم صراحة، في شغلي تاني راح أعمله فيهم، يعني رح بقولوا اثنين بواحد. كمان زينة لرمضان إن شاء الله. لسه الفكرة ببالي، لسه ما عملتها، بس أعملها كمان راح أصور فيديو ونزلكم إياه. هون بلشت وزع الطارات. شوف كيف أنا بدي أحطهم رتبهم حتى الحجم يتناسب مع حجم الهلال. آه فكرة الطارات، هلا أنا يعني جبت أحجام كذا حجم، يعني جبت 3 أحجام. الطارات جبتهم من محل التeddy، متوفرات وين ما كان، محل التeddy، محل فولفو، محل كيك اللي بأوروبا بيعرفون هاي المحلات أكيد، أو بألمانيا حصرا. وصرت وزعهم بشكل بحيث إنه يطلع هيك شكلهم عشوائي ويعطيني هيك شكل حلو. بعد ما وزعتهم طبعا بدي ألزقهم بالسيليكون، فرد السيليكون. آه هلا في قسم من الطارات اللي مكان اللي حسيته انه ما تساعد طارة بقلب الهلال، فصرت قص طرفها قصة بالسكين. هلا في قسم من الفيديو راح تشوفوا هذا الشيء، قصة وحطها. هون طبعا ماريا اجت لتساعدني على اساس، بس هي بتلبكني اكثر ما تساعدني، فعم تناولني على اساس وعم تساعدني وهيك. هوني بعد ما بلشت لزق فيهم بشكل انه بحيث انه يكونوا التوزيع هيك بشكل عشوائي. مثل ما شايفين هون الطارات اللي قلت لكم عنها قصيت قسم منها، في منها صغيرة، وارجع تصير ثبتها بهذا الشكل. كتير كمان اعطت شكل حلو. وفكرة كمان انه بحيث انه الطارات يكونوا يقعدوا بقلب الهلال وهن مرتاحين، حتى ما يصير اضغط عليهم، لانه ممكن هذا الشيء بعدين يعني تفك معي الطارة. بعد ما خلصت هيك تلزيق كل شيء، هون مثل ما شايفين مرحلة البخ ما فرجيتكم اياها، هي مجرد انه حطيته برا على البرندة وبخيته كله باللون الذهبي. ويعني كله بخيته، وبخيته تقريبا دوري لحتى غطى معي اللون الطارة اللي كانت اللون الموف.
وراح نهائيًا. استنيت طبعًا لنشف، بعد ما نشف بلشت هون أعلق الزينة. بالنسبة للزينة هذا الشي اختياري، شو متوفر عندكم فيكم تحطوا، المهم الأساس يعني القاعدة وشكل الهلال. آآ أنا جايبة نجوم، جايبة هدول الطابات لقيتهم كتير مناسبين، وأنا دائمًا باحب الأشياء اللي أجيبها لهيك قصص يعني. باستغل فترة أنا يعني بأوروبا باستغل فترة أعياد الميلاد، فبينزلوا هاي القصص وبشوف شو في شغلات ممكن استفيد منها لرمضان، بشيلها وبخبيها. ودائمًا مثل ما قلت لكم باحب اشتري بالتنزيلات. يعني هدول الطابات كان حق الطابة 4€، رجعت الطابة بيورو وشي 19 سنت. فلقيته كتير سعرها مناسب. ونجوم كانوا نازلين محل اليورو. جبت حبل الضوء مثل ما شايفين وزعته بشكل على كل الهلال. وفي عندي هدول النجوم جايبتهم من محل الديبوت كمان. بخيت مثل ما قلت لكم طرف ذهبي وهن بيض، بخيت طرف ذهبي وخليت طرف ابيض وصرت وزعهم بشكل عشوائي. وفي لسه عندي الطابات الذهبيات فطنت فيهم بعد ما خلصتوا تقريبا للهلال، هلا بتشوفوهم باخر الفيديو. رجعت علقتهم ووزعتهم طابات صغيرة كتير تبعت زينة أعياد الميلاد اللي بيستعملوهم، جبتهم كمان بالتنزيلات ووزعتهم على الهلال. كتير كمان عطوا جمالية وطلعوا شكلهم كتير حلو. رجعت أنا هاي النجمة اللي حاططهم هون على الطرف كمان شلتها وحطيت نجمة كبيرة، ومن فوق حطيت نجمة كبيرة. هلا يعني تقريبا وصلت لنهاية الفيديو. هلا بدكم تشوفوا بقى النتيجة النهائية كيف اللي شفناه ببداية الفيديو. بتمنى اللي عم يشوفني لأول مرة وما مشترك بالقناة الاشتراك بالقناة، ضغط على زر اللايك بتفعيل الفيديو. شايفين الطابات الصغيرة رجعت علقتها، شايفين الشكل النهائي طلع روعة. يعني عن جد فكرة كتير سهلة وما بتكلف كتير وكتير حلوة. وحجمه أنا هيك حبيت هالسنة كبره وأعمل حجمه كبير. آه هيك غير تغيير عن السنة الماضية. انطرونا بفيديوهات تانية، لسه في شغلات كتير رح نعملها لرمضان، شغلات كتير بسيطة وسهلة وفي أي حدا يعملها وينفذها بالبيت، ما أنا معقدة. وأمور يعني مثل ما بيقولوا الجود بالموجود، شو متوفر فيكم تستعملوا. الفيديوهات التانية لسه في شغلات لسه أحلى وأحلى. وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى منكم ما تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك إذا عجبكم الفيديو. وإذا حابين لسه في أفكار القديمة لرمضان موجودة كلها على القناة، فيكم تشوفوا الشغلات اللي عملناها، الهلالات اللي عملناها هديك سنة رمضان استعملنا فيها الورد والفلين وهالقصص. وانطرونا فيديوهات تانية. هلا بدي أقول لكم سلام، باي.